فرحنا كتير وغنينا بهالمشوار، ومعكن كل ما التقينا بتطل الفرحة علينا، والليل بيصير نهار بيزهر بعينينا، خلوا العتمة منا تغار. يلا نفرح ونفرح مهما صار. إن شاء الله تكونوا فرحتوا معنا ومحبتكن تجمعنا، نرقص سوا ونغني نطلع صافير الجنة. يا رفقاتي الحبيتوني قلتوا الفرحة اللي بعيوني، انتو يلي شرفتونا بأحلام الفرح انطرونا وعطول اذكرونا. وردت دموها مثل غسل وشك يا قمر، نحن الربيع، أمي يا أمي. إنها صديقتكم ريمي تلتقي معكم اليوم عبر هذا اللقاء. ريمي، الأطفال اللي بسوريا مبسوطين كتير لأنك معهم. يمكن جزء منهم شافك على المسرح وانت عم بتقدمي استعراض رزمانة جدي، واللي ما شافوكي هلا رح يكونوا سعيدين كتير لأنه انت هلا معهم. فلأصدقائك اللي حبوكي واللي حفظوا أغانيكي شو بتقولي لهم؟ بقول لهم أنا بحبهم كتير وبتمنى كل ما أجي على سوريا أشوفهم، وبدي إياهم كلهم يكونوا مبسوطين، ما بحب حدا يكون زعلان. ريمي، انت طبعا جيتي للشام لتقدمي استعراض رزنامة جدي. الأطفال اللي ما شافوها تحكي لهم شو بتقولي بهذا الاستعراض؟ رزنامة جدي بتحكي عن 12 شهر، كل شهر له غنية، وكل غنية لها سكتش، ويعني هالسكتشات مهضومين وبيضحكوا. طيب أي سكتش أكثر شيء عجبك؟ تبع 22 أدار عيد الأم 21 أدار، بحكي عن أنا والمجنون عاملين قطعة جاتو للماما، وخيي أكلنا الجاتو، مش عارفة كده أعمل لها هدية، والغنية هيك. سمعينا شي مقطع صغير من أغنية اللي قلتيها للماما. ماما بعيدك شو بهديكي، ما عندي هدية أعطيكي، رح نتبادل الأدوار، انتي أنا وأنا انتي، ويبقى هالحلم تذكار، وتصيري يا ماما بنتي، يمكن أحلامي ترضيكي. طبعا ريمي هلا عمرك 9 سنوات، قديش إلك بتغني؟ صار لي 5 سنين بغني. طيب كيف هيك خطر على بالك انك تغني؟ يعني لانه مثلا اسرة بندا اللي هي اسرة فنية فتأثرتي بالجو، ولا كان في عندك شيء بداخلك عم بيدفعك انك تختاري الغناء؟ انا لحالي بس كنت صغيرة بلشت غني قبل ما احكي. كنت أحب كثير غني. كنت أحضر الفنانين على التلفزيون. كنت شوف أولاد صغار عم بيغنوا، وكنت أقول له لبي ليش أنا ما بتخليني أغني مثلهم. بعدين صار في غنوا، قال للبابا للماما خليها تصير تغني أحسن. طيب أول غنية غنيتيها بتتذكري شو هي؟ غنيت إيماني أحلى إيمان. نسمع مقطع؟
إيماني أحلى إيمان الله ومحبة لبنان. إيماني أحلى إيمان يا الله خلي لبنان. طيب هلا بدنا نحكي عن اوقات فراغك، او يعني كيف بتقضي اوقاتك. اكيد بتقري شي كتب، اي كتب بتقريها؟ بحب أقرأ كل القصص الفرنسية. يعني شو نوعها مثلا، القصص الخيالية ولا العلمية؟ لا، قصص علمية. العلمية. طيب ومن افلام كرتون، بتتابع افلام كرتون؟ نعم. شو اكثر شخصية بتحبيها؟ توم أند جيري. ليه؟ هيك يعني بيعملوا مقلب ببعضهم بيضحكوا. طيب اذا فرضا شي مرة كان بفترة الاطفال حطوا اغنية لإلك، شو بتعملوا؟ شو بحالي أنا وصغيرة. انت صغيرة يعني. نعم. طيب بس هيك بتقعدي تتفرجي مثلا ولا بتعلي صوت التلفزيون؟ لا، بغني مع الغنية. يا قمر عالي عالي يا قمر دور عالدنيا دور بكي منك يا قمر تخرج عطون الشجر ونزل عالدكي انزل عالدكي يا قمر غطي وجهي يا قمر هذا الهوى يا هوى نجحني وفيه ومعلي سوا يا هوى مثل العصافير يا هوى نجحني وفيه ومعلي سوا يا هوى مثل العصافير يا طيب لتكبري كمان وكمان وكمان تصيري صبية يعني، بدك تضلي تغني للأطفال؟ نعم. مين من المطربات بالعالم اللي بيغنوا للأطفال بتحبيهم؟ في ماجدة الرومي وشانتا جويا. حافظاني شي لإلها؟ لا. ريمي انت هلا بأي صف؟ الرابع. طيب بتحبي المدرسة؟ نعم. بتحبيها كتير؟ نعم. طيب بتتضايقي مثلا هيك الصبح ببقى بكون برا هيك برد كتير وواحد دفيان بدك تقومي الصبح تروحي على المدرسة، بتتضايقي؟ نعم. بصحي بكير ومع المدرسة بكير. كل شطوين وتعلمنا كتير علمنا كتير عنك شايف صيفي أحلى المشاعر كل شطوين وتعلمنا كتير علمنا كتير عنك شايف صيفي أحلى المشاعر سكرنا الكتاب والفرصة عالباب فرحنا نجحنا 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 طيب خلينا نحكي عن يوم اللي بيكون عندك حفلة، يعني ليلة اللي بيكون عندك حفلة لما بتجي لتنامي كيف يعني بتبقي قلقة متضايقة مضطربة؟ شلون بتنامي بكير؟ لما بتنامي بتشوفي بمنامك انه انت عم تقدمي الاستعراض، كيف تحكي لي؟ بنام أنا وعم بفكر بالحفلة كيف بدها تصير، إذا حلوة أو لا. أكيد بس رح تكون حلوة.
وبفكر بقول بقلبي إن شاء الله الأولاد والناس عم ينبسطوا بالحفلة. طيب الفساتين اللي بتلبسيهم بالحفلات انت بتختاريهم ولا الماما؟ لا ماما مثل ما بدها هي تختار الأتياب، هي بتشوف شو مناسب للأتياب، هي بتقلي إذا هيدا حلو للمسرح بيكون أحسن، إذا تلبسيه بيطلع حلو عليكي. هيك يعني بتختار لي يوم وأنا بقول له. ولا مرة اخترتي شي شغلة؟ بس مرة اخترته أنا وجبت لي إياه. كان لونه أحمر ومنقط أبيض. بتحبي اللون الأحمر؟ قصدي زهري ومنقط أبيض. زهري، بتحبي الزهري؟ نعم. طيب شو هي هواياتك؟ انك بتلعبي رياضة باليه لانه مثل ما هو واضح باستعراض برنامج جدي عم ترقصي باليه، وشو كمان؟ بقرا قصص فرنساوية. بحب اقرا قصص، ويا اذا ما عندي شيء بروح بتسلى او بقرا حيلا. الماما بتعلمك عزف على البيانو؟ نعم. بتعرفي تعزفي على البيانو؟ بعرف اعمل منيح، بس انه في اشياء ما بعرف شو اسميهم. بتخربشي يعني. طيب شو هي المضايقات اللي بتواجهيها من الكبار او من علاقتك مع الكبار؟ مرات مش على طول. مثل شو؟ انا وبيي اكبر مشكلة صار معي انه بدي اياه يصلح لي سكربينتي. ما بيقدر يصلح لي اياها. ايه، وهو مشغول كتير ما عنده شي ليدفعه، وانا بتذكر انه لازم يدفع لي السمان بعد ما دفعه. انا تذكرت بقى كان عنده كتير شغل وما معه ولا قرش يدفعه. ايه بقى قلت له بعدين هيك صلح لي سكربينة. تصلحها؟ نعم. أشي